السلام عليكم، معكم ام عثمان. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الحوته اللي هي تونه كبيره. غادي نديروها في الفرن. غادي نحتاجوا فيها قزبر والمعدنوس وواحد 4 فصوص ديال الثوم، وعندي هنايا العطريه، عندي الملح، الخرطوم، البزار، الكمون والقزبر حبوب وشويه ديال الهريسه والتحميره. وغادي نحتاجوا الخل، وغادي نحتاجوا واحد شويه صوص صوجا وزيت العود او الزيت النباتيه اللي بغيتو، واحد نص كاس تاع الماء. وبالنسبه للخضار انا عندي هنايا البصله والفلفله، وعندي هنايا مطيشه، وعندي هنا فلافل الوان، وعندي هنايا شرائح ديال الحامض وورق سيدنا موسى. اول حاجه انا غادي ندير شرموله هنايا، ندير الربيع والثومه، وغندير العطريه كامله، غندير الخل، وغندير واحد شويه ديال جهد معلقه كبيره ديال صوص الصوجا. غندير هنا الماء باش تطلق لي الشرموله. انا غادي نخدم يدي باش غادي نشرملو الحوته، نخليوها تطلق شويه ندخل فيها شرموله. غادي نخلط مزيان ونشرمل الحوته ديالنا ونتلاقاو. من بعد ما شرملت الحوته ديالنا، ها هي انا خديت شويه من شرموله وانا درت هنايا بطاطا طلقتها قسمتها على زوج. انا درت فيها شرموله، شرملت البصله حتى هي درت لها واحد شويه ديال الشرموله. غادي نسرحها في السطح اللي غادي يدخل الفرن. نخلي شويه من الفوق، غادي نشدو الحوته ديالنا. انايا ديجا انا فلحتها ودخلت الشرموله كلها، انايا فلحتها هنا ودخلت لها شرموله باش تشرب مزيان. غادي نشدو الشرائح ديال المطيشه، غادي ندخلوها في ديك التفليحه اللي درنا، وغادي نديرو حامض، ندخلو مطيشه في هذوك الفلحات معها الحامض. وانا غادي ندير حتى ورق موسى، ورق موسى يتماشى مزيان مع الحوت. المطيشه اللي بقات انا غادي نضيفها في الجناب، والفلافل الوان. انا هنا كلشي درت ليه شرموله باش كلشي يتنكه مع الحوت. البصله اللي بقات لينا انا دابا تيقرب الفطور، عاد ندخلها للفرن. دابا نخليها تشرب هاد العطريه كامله.
غادي نزيد بطاطا. نزيد طوماط سوريس. الشمولة اللي بقات هي غادي نكبها من الفوق. في الاخير غادي نزيدو زيت العود، غادي نديرو الشوطه ونخليها تشوط مزيان وعاد ندخلها في الفرن. وبالنسبه للسلطه اللي غادي نرافق بها الحوته، انا عندي هنايا الزرع طلقته مع شويه ديال الملح ودرت معاه شويه ديال الربيع، وعندي هنايا فلافل الوان، وعندي البصله، وعندي هنايا الزيتون مقطع كحل. انا غادي نخلط هاد العناصر، ما غادي ندير فيهم دابا والو لا زيت لا والو. كيقرب نحط الحوته ديالي في الطبله، وعاد غادي ندير ليها الملحه والحامض او الخل والزيت وشويه ديال المايونيز. انا غادي نخلطهم وغادي نخليهم ابار حتى نقرب نحط البلا ديالي ديال الحوت، وعاد غادي نخلط. هذه بالنسبه للسلطه الاولى. بالنسبه للسلطه الثانيه، انا عندي هنايا الخس، عندي البصله، عندي مطيشه، غادي نخلطهم. وعندي هنايا الدبوس اللي نقيته وقطعته مكعبات حتى هو غادي نحركو، غادي نخليهم هكا حتى نقرب نحط، وعاد نزيد عليهم الملحه والبزار والخل والزيت بطبيعه الحال ومليح. غادي نخليهم وحتى نقربوا نحطوا البلا ديالنا، وعاد ندير لهم العطريه ديالهم، ونتلاقاو في طبق التقديم. وهذه هي التونه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن، تجي على هذا الشكل. والسلطه ديالنا هما هادو، انا درتهم هنا في الكيسان. وهذا الخبز ديال الدار. كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش دائما لايك وكومونتير، ونضموا القناه ديالي، والى فيديو اخر ان شاء الله.